أي شخص عنده الاختيار يكون إنسان منتج أو العكس، كل شيء بين يديك. ولكن تنظيم الوقت كيختلف من إنسان لآخر على حسب نوع الخدمة والإكراهات وما إلى ذلك. كلنا عندنا 24 ساعة، واللي كيخليك إنسانة ناجحة أو إنسانة فاشلة هو كيفاش كتنظم الوقت ديالك وكيفاش كتقادي الأولويات ديالك. خاصك تكوني عارفة إمتى تخرجي، إمتى تقراي، إمتى كتشدي التليفون، وإمتى كتجلسي. ببساطة كتكوني عارفة كل حاجة وإمتى غديريها. عكس الانسانه اللي ما منظماش الوقت ديالها، ديما كتلقايها تالفه، ما عارفاش شنو خاصها دير وشنو ما خاصهاش دير، عندها اهداف بزاف وما عارفاش كيفاش تخطط لهم ولا شنو دير فيهم. كتلقايها ببساطه مخربقه حياتها كامله. باش تمشي بعيد في الحياه خاصك تخدمي على بزاف ديال المجالات والاهتمامات، وباش ديري هادشي خاصك تتعلمي توازني بيناتهم. ماشي مثلا تركزي على الخدمه ديالك وتنساي الجانب الصحي، مثلا تهملي راسك وصحتك وما تبقاي ديري لا رياضه لا والو، او مثلا تبقاي مركز على القرايه وتنساي مثلا الجانب ديال الاسره ديالك، ما تبقايش تجلسي معاهم ولا ما تبقايش تخرجي مع صحابك. هادشي علاش باش توازني بين هاد المجالات كامله وتكوني واحد الانسانه اللي متوازنه خاصك تعرفي تنظمي وقتك. قبل ما نبداو في النصائح بغيتك تجلسي مع راسك وتعرفي شنو المسؤوليات اللي عليك وشحال من حاجه انت مسؤوله عليها، وتكون عندك واحد قوه الاراده اللي كبيره. هاد الاهداف وهاد المسؤوليات اللي عليك ما غتعرفي ديري منها حتى حاجه الا ما كانتش عندك الاراده. الا ما كنتيش مستعده تضحي بالمتعه ديال الخروج ولا ديال السكرول في التليفون باش تحقق الاهداف ديالك، غيبقاو غير احلام. هادشي علاش خاصك فاش تعطي الكلمه لراسك توفي بها. الا قلتي غتنوضي تقراي واحد الكتاب مع 7 ديال العشيه، خاصك 7 ديال العشيه تكوني جالسه شاده الكتاب، ماشي طالعه هابطه في فيسبوك وانستغرام. خاصك ضروري تعرفي الاولويات ديالك وتعرفي فاش كتضيعي الوقت ديالك بعدا وشنو الحوايج اللي كديرهم في هذا الوقت. هادشي كامل باش تعرفي كيفاش تقدري تنظمي الوقت ديالك. الا ما قدرتيش تعرفي هادشي راه ما تعرفيش تنظمي الوقت ديالك، حتى هادشي متصل ببعضياته. دابا ندوزو النصائح للتخطيط وتنظيم الوقت. اول نصيحه، قبل ما تنعسي غتاخدي واحد نص ساعه ولا اقل تقادي فيها شنو هما لي طاش اللي خاصك ديريهم الغد ليه، شنو هما الحوايج اللي عندك ولا اللي باغا ديريهم في نهارك الغد ليه، باش اون فوا كتفيقي الصباح كتلقاي راسك عارفه شنو خاصو يدار، ماشي كتنوضي تالفه. وعاد في الصباح كتبداي باصعب مهمه لاسهل مهمه. علاش؟ حيت هكا فاش حنا كنفيقوا الصباح كنكونوا باقي في التركيز ديالنا العالي، وحتى الا ما كملتيش المهام ديالك كامله اللي كتبتي كتحسي بالرضا حيت درتي كاع داكشي الصعيب. وكل وحده كتقاد تو دو ليست ديالها، لائحه ديال المهام ديالها، كتقادها على حسب الخدمه ديالها ولا على حسب القرايه ديالها وشنو الحوايج ولا الجوانب اللي باغا تخدم عليهم. تاني نصيحه، تعلمي تعطي المهام ديالك الوقت الكافي، ماشي تعطيها بزاف ديال الوقت او العكس. مثلا الا كانت عندك واحد المهمه خاصها دار في نص ساعه ولا في ساعه، ما كاينلاش تعطيها 4 سوايع. ما تعطيش بزاف ديال الوقت لواحد الحاجه اللي سهله وانت قادره ديريها في وقت اقل. ثالث نصيحه واللي مهمه بزاف هي نبعدوا علينا المشتتات. فاش كنكونوا كنديروا شي حاجه من تو دو ليست ديالنا، الا كتقراي ولا كتخدمي مثلا ولا كديري غير سبور، حاولي انك ما تشديش التليفون في يديك. قلت التليفون حيت هو البليه ديال كل شيء وهو اكبر مشتت. اذا احسن حل هو انك مثلا دايره واحد الساعتين باش ديري ديك لاطاج، كل نص ساعه غتاخدي واحد البريك استراحه ديال 5 دقائق، 5 دقائق ماشي كتر، اللي غترتاحي فيها. سواء غتنوضي ضربك البرد ولا غتمشي واحد شويه ولا تشدي التليفون ديالك، غير كدوز ديك 5 دقائق كتعاودي ترجعي للخدمه. حيت الصراحه التليفون هو اكتر حاجه كنضيعوا فيها وقتنا، وكاين بزاف ديال الناس كيضيعوا نهارهم كامل في السوشيال ميديا، نهار كامل هما شادين التليفون طالعين هابطين، حتى كيلقاو النهار ديالهم كامل ضاع وما داروا فيه حتى حاجه. انا مبغيتكمش تكونوا من هاد الناس. رابع نصيحة، خاص يكون عندكم الانضباط. ما كاينش اللي خارج علينا قد التأجيل والمماطلة والتسويف. كل حاجة كنأجلوها حتى الغدا ولا حتى لبعد غدا. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، خلي عندك قاعدة، العمل ولا الخدمة ولا الحاجة اللي خاصها تدار اليوم ديريها اليوم. خامس نقطة واللي هي الصراحة ماشي نصيحة، ولكن أنا بغيت نعطيكم تطبيقات اللي غتقدر تعاونكم بزاف على التايم ماناجمنت ولا على إدارة الوقت ديالكم. كاينين جوج اللي أنا شخصيا كنخدم بيهم. أول وحدة واللي هي جوجل كالندر، اللي كديري فيها كاع المهام ديالك بالوقت وكل شيء، واللي زوين فيها أنها كتبقى تصيفط لك دي غابيل كل ما كيقرب وقت ديك المهمة،
واللي انت كتحديه، يعني مثلا كتختاري واش بغيتها تفكرك بربع ساعه قبل ولا بنص ساعه قبل، ولا حتى 5 دقائق الاخر عاد كتصيفط لك واحد التذكير بلي المهمه راها قربات وخاصك ديريها. هذا تطبيق خاص للبنات اللي باغين مثلا يقادوا المهام ديالهم، يقادوا لي طاش اللي خاصهم يداروا، وفي نفس الوقت كيكونوا كينساو ولا ما كيعقلوش، هذا كيبقى يصيفط لكم كل مره دي نوتيفيكاسيون دي رابيل باش يفكركم باللي راه عندكم واحد المهمه اللي خاصكم ديروها. واللي زوين انها كاينه في التليفون وكاينه حتى في البيسي، يعني تقدري تخدمي بها فين ما بغيتي. تاني تطبيق اللي هو النوشن، واحد التطبيق اللي واعر بزاف واخا نعيا ما نشكر فيه الصراحه ما نوفيش الحق ديالو. هذا واحد التطبيق اللي تقدري تقادي فيه اي مجال في حياتك، حرفيا اي مجال في حياتك كتقدري انك تجيريه في هذيك لابليكاسيون في بلاتفورم وحده كتجيري فيها كل شيء. كتقدري تجيري فيه المصاريف ديالك، كتقدري تجيري فيه مثلا لي طاش اللي عندك ديال السيمانه ولا ديال النهار. بالنسبه للناس اللي باقيين كيقراو كتقدري مثلا تحطي فيه كاع لي نوت ديالك، كتقدري تقادي فيه لومبلوا دو طون ديالك. المهم اي حاجه في بالك كتقدري تلقايها. واللي زوين هو انك كتلقاي طومبليت واجده، يعني ماشي كتخدمي انت طومبليت ديالك ولا شي حاجه بحال هكا كتضيعي فيها الوقت، العكس كتلقاي دي طومبليت واجدين كتشدي كتيليشارجيهم في النوشن ديالك وكتخدمي بهم. المهم اللي ما عندهاش التطبيق كنصح به، حيت التطبيق واعر وجامع كلشي في بلاصه واحده. بالنسبه لجوجل كالندر هو تابع لجوجل، يعني كتلقاو باغمي لي برودوي ديال جوجل نتوما غير كتخدموا به، يعني فابور ما كتخلصوا حتى شي حاجه. وبالنسبه للنوشن حتى هو واحد التطبيق اللي فابور، يعني فيه دي طومبليت اللي بالخلاص ولكن فيه بزاف اللي فابور اللي كتقدروا تخدموا بهم بلا ما تخلصوا حتى شي حاجه. انا غادي نخلي لكم في الديسكريبشن اللين ديالو غير باش تكليكيو عليه ويديكم نيشان نوشن باش تكريو الكونت ديالكم. الا ما قدرتيش تنظمي الوقت ديالك غادي يكون صعيب انك تمشي بعيد في حياتك، حيت تنظيم الوقت من الاساسيات باش نزيدوا لقدام وباش اننا نخدموا على راسنا. حيت بالتنظيم الوقت كتلقاي واحد الوقت اللي غادي تخدمي به على راسك، على الاهداف ديالك، على الاحلام ديالك، تعلمي لغه جديده، تدخلي مثلا ديري سبور. المهم فاش كتنظمي الوقت عاد كتعرفي راسك من رجليك. يعني ضروري هذه واحد المهاره اللي جديده خاصك تعلمها، هي اداره الوقت. بهكا كنكونوا سالينا الفيديو. كنتمنى انكم ديروا لي لايك وواحد سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وخليوا لي التعليقات ديالكم، وشكرا.